طيب في ناس كتير بتسوق لمشاريع الساحل، وهي مشاريع شغالة واوريدي بيتباع فيها وناس كتير بتحجز فيها. طيب انا عندي حسبة تانية. تمام، حضرتك مشروع الساحل، تمام، انت بتدفع مقدم سي 500,000، تمام، وبيقولك حط باقي فلوسك في البنك، ومن البنك سدد المشروع. هيسدد نفسه، وان انت كده كسبت في ان انت دفعت مقدمة صغيرة وان فلوسك في البنك. مظبوط الكلام ده؟ طيب حضرتك اول حاجة انت بتشتري حاجة تحت الانشاء هتاخدها بعد كام سنة، تمام، وعمالي تدفع من الفلوس. تاني حاجة ان انت مش تقدر تسحب فلوسك خالص من البنك، لان انت طبعا ملزم بان انت تدفع القسط بتاعك، تمام. ويوم ما هتستلم مشروعك، فانت اصلا مشاريع الساحل بتبقى شغالة 4 شهور في السنة، اللي هي لو هنأجر بالدولار $150. فانا لو اجرت $150 في اليوم، وعندي 4 شهور في السنة شغالين، هنقول ان ال4 شهور متواصلين، فهنقول معانا $18,000. تمام، الكلام ده بعد ما المشروع يشتغل. بعد ما نتسلم المشروع، لو في يعني متأخرات هيسلموك في نفس التوقيت، فاحنا مش عارفين. تمام، في حين ان انا ممكن اشتري شقة جاهزة اوريدي موجودة، تمام، على النيل. الشقة بتتأجر $150 لو اتفرشت فرش فندقي، تمام. طبعا كلنا عارفين السياحة في القاهرة، فانت الشقة اوريدي بتتأجر، هنقول 7 شهور في السنة، تمام. الشقة بتتأجر لانها صف اول على النيل مباشر $150. فاحنا بنتكلم في ال7 شهور، يعني انا عندي $31,500. تمام، فانت اصبح عندك العائد اقوى. تمام، برضو لو عايز تحجز في مشاريع الساحل هتحجز من وقتها نحجز من العائد بتاع الإيجار في أول شهرين. طب هتقولي ايه الاستفادة ان عقارك بيزيد. طالما انت عايز في الساحل، فانت كده اوريدي حجزت في الساحل زي ما انت عايز. جاتلك فرصة في وقت من الأوقات انك تحول عقارك، في جه عرض قدامك انك تحول عقارك ده، طبعا مع ان هو هيعلى مع الوقت لشقتين، تمام، ويكون برضو حاجة على النيل عشان تقدر تسدد نفس القسط اللي عليك والكلام دوت. فانت وقتها جزء رأس المال لحاجتين، عشان يبقى لو جيت في وقت معين عايزة اتصرف في حاجة من الحاجتين دي اعرف اتصرف. يبقى كده انا عقاري زاد، الدخل بتاعي بقى اقوى، حجزت في الساحل زي ما انا عايز، وزعت العقار لعقارين مع الوقت، تمام، بحيث ان انا بعد كده حبيت اسيل جزء معين من العقار التاني، وانا مثلا ما بيأثرش على قسطي في حاجة سيئة. طيب ده بالنسبة للناس اللي قالت لي ايه الفرق بين الساحل، ان انا بيع في الساحل اسرع، وان انا اروح احط فلوسي، وان انا اشتغل في القاهرة. ده الناس اللي بعتت لي على الواتساب، ده الفرق. تمام، حضرتك مش هتبقى مؤيد ان فلوسك في البنك، ان جالك ظرف ايا كان حبيت تتصرف، مش عايز تستنى يبقى في متأخرات. احنا عارفين ان في شركات قوية جدا ومعروفة جدا وممكن بتتأخر في التسليم اوريدي سي 1.5 سنة. يعني انت تبقى تحت ايدك الحاجة وسعرها بيعلى، وبنسدد منها القسط، ومع الوقت سعر شقتنا هيعلى، تمام. ومع الوقت ممكن نقسمه لحاجتين. لو انا حد مش فكري تجاري ومش عارفه اقسم، يبقى اوريدي هنخلينا زي ما احنا، وكده كده سعر شقتي بيزيد والعائد بيزيد. تمام، هنسيب ارقامنا برضو على الفيديو، الناس اللي عايزه معلومات عن الشقق اللي على النيل. شكرا.